وده هانم نودو الباب بتاعك. سيب الباب بتاعك. هدى فين؟ ايه ده؟ حسن، وحشتني يا حسن، وحشتني قوي قوي. انت كمان وحشتيني قوي، بس خلاص بقى من النهارده مفيش حسن، في رشيد السيد محمد امين، وده سيف ابني اللي حكيت لك عنه. ازيك يا استاذ؟ اهلا يا حبيبي. اخر مره قابلتك قلت لك ادعي لي ربنا يرزق الحق وينصفني. الحمد لله بدات طلعت. والله دعيت لك من قلبي، والف حمد لله على سلامتك. ايه رايك بقى انك دلوقتي بقيت احلى كتير قوي؟ والله انت اللي عسليه. حبيب قلبي. شوف بقى يا سيف، ابوك كلمني عنك كتير قوي، حكالي حكاوي. بالمناسبه بقى النهارده انا عامله كيكه تستاهل بقك في الفرن. شمي ريحتها. زي ما يكون حاسه ان في ضيوف جايين النهارده. تحب اعمل لك ايه، كاكاو ولا اعمل لك شوكولا؟ لا يا استاذ ولا اي حاجه، هو بس الكيكه دي كفايه. هو يفكر في الاكل على طول. عامل زي ابني همه على بطنه. تخلي عنك يا فؤاد باشا. رشيد، ازيك يا رشيد؟ الحمد لله يا باشا. ايه اللي جابك هنا؟ والله وحشتني فقلت اعدي كده اصبح عليك. طب تعالى نشرب شاي. لا الله يخليك، مش عايز اعطلك. هو الحقيقه انا كان عندي امانه عايز اسلمها لك. امانه؟ امانه ايه؟ باشمهندس فاروق كان موصيني لما اثبت براءتي اسلم الدهب للحكومه. يا ترى ده كل الدهب فعلا؟ هو كان في دهب اصلا يا فؤاد بيه؟ اسمع يا رشيد، لازم تعدي عليا ضروري في المكتب النهارده عشان نثبت ده في محضر رسمي. محضر ليه يا باشا؟ طالما جيت سلمت الدهب بنفسك فده حسن نيه. ما تقلقش يا رشيد، انا معاك. حلوين دول؟ واحنا نطمع